الشكشوكة إلها كتير طرق ووصفات متعددة ومتنوعة. اليوم رح نقدمها بطريقة لطيفة. طبعا هي من وصفات الفطور أو العشاء، ممكن كمان نعتمدها مع المقالي لوصفات الغداء. رح نبدأ أولا باستخدام البصل. أنا عندي هون بصلة واحدة كبيرة، رح أفرمها بهالشكل اللي شايفينه لمكعبات. تاني خضار رح استخدمها هي الفليفلة أو الفلفل الأخضر الحلو. أول إشي بقطعه لشرائح طولية بهالشكل، بعدين الشرائح بفرمها لمكعبات مساوية تقريبا لحجم مكعبات البصل. النوع الثالث من الخضار رح استخدم الفلفل الأخضر الحار. طبعا الحار حسب الرغبة، نقدر نضيف أكتر أو أقل إذا بتحبوا. رح أفرمه لشرائح بهالشكل. أنا استخدمت قرن واحد واكتفيت فيه. أكيد رح نستخدم البندورة، بقطعها أول لشرائح أو دوائر، والدوائر بقطعها لخطوط طولية بعدين بالعرض لمكعبات. في ناس بفضلوا يقشروا البندورة قبل ما يستخدموها بالشكشوكة كمان بصير. أنا هون فرمت تقريبا 5 حبات كبيرة حمرة من البندورة بنفس الطريقة. وهلأ بنبدأ مباشرة بالتحضير. عندي قلاية واسعة وتكون سخنة على النار، رح أضيف فيها 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون. طبعا ملك الزيوت وخاصة مع الشكشوكة والقلايات هو زيت الزيتون. بستناه يسخن شوي، وهون رح أضيف البصل وأقلب كتير منيح لحد ما يبدأ يدبل معي. الفليفلة الحلوة اللي فرمناها لمكعبات مع الفلفل الحار والثوم ضفتهم كلهم مرة واحدة مع البصل، وبقلبهم لمدة دقيقة كمان ليصيروا بهذا الشكل الموضح أمامنا. هلأ ضفت البندورة وبقلب المكونات كلها. هون رح أضيف نص معلقة صغيرة ملح، استخدمت الملح الصخري لأنه فوائده كتير عديدة. وغطيت القلاية أو الطنجرة، ورح أوطي النار لأدنى درجة حرارة وأتركها لتتسبك على الأقل لمدة 10 دقايق لربع ساعة. وهون بنرجع لها وشوفوا معاي كيف صار شكل البندورة. صارت طرية ومستوية، مجرد ما أحركها رح تشوفوا إنها بدأت تتجانس مع الفلفل والبصل. هون استخدمت هاي الأداة اليدوية اللي هي الهراسة حتى أتخلص من شكل مكعبات البندورة أو تصير عندي كتير ناعمة ومتجانسة. بنقدر من البداية نفرم البندورة بمحضرة الطعام، أو نفرمها فرم ناعم كتير حتى تذوب بشكل أفضل. بس أنا بحب إنه أعمل هاي الحركة حتى تتجانس وتنخلط مع البصل والفلفل بطريقة أفضل. قلبت بهالشكل وهون صارت جاهزة للخطوة الثانية. طبعا النار عندي هون هلأ عالية، وهون رح أضيف البيض. استخدمت 3 حبات من البيض، بس رح أضيف لهم ربع معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وأخفقهم بهذا الشكل الموضح أمامنا. ممكن نضيف البيض مثل ما هو عيون، يعني نتركها مثل ما هي بدون تحريك على وجه الشكشوكة، وممكن إنه نخفقهم زي ما أنا عملت. بوزعهم بهالشكل داير ما يدور القلاية. بحاول أني أغطي كل البندورة والخضار في البيض. بحرك تحريكة بسيطة بس لأتأكد أنه البيض وصل في كل مكان. وهلأ رح أغطي قلايتي وأوطي النار لأدنى درجة حرارة، ورح أتركها لمدة 5 دقايق على نار هادية جدا لحد ما يستوي معي البيض تماما. صارت القلاية عندي هيك جاهزة أو الشكشوكة، ومباشرة بننتقل للتقديم. عادة تتقدم القلايات والشكشوكة بنفس القلاية، فمباشرة وقت التقديم منزينها برشة صغيرة من زيت الزيتون. على البارد بيعطي نكهة كتير طيبة. كمان استخدمت البقدونس الأخضر المفروم. ممكن نستخدم شرائح الفلفل الحار لو بتحبوا النكهة الحارة تكون أوضح أو أقوى. بس بدها رغيف خبز طابون وكاسة شاي، وتمتعوا. إن شاء الله ألف صحة وهنا.